يناير العجوزة أو إخفوسجواس رأس السنة الأمازيغية، مناسبة تحتفل بها شعوب شمال إفريقيا من واحة سيوة بمصر إلى جزر الكناري غرباً، مروراً بالدول المغاربية وضمنها الجزائر. ويصادف الاحتفال يوم 12 جانفي من السنة الميلادية. فمن أين أتى هذا الاحتفال؟ هناك من يرجع أصوله إلى انتصار الملك الأمازيغي شيشناق على رمسيس الثالث في عام 950 قبل الميلاد، حينما اعتلى شيشناق العرش الفرعوني ليؤسس الأسرة الفرعونية 22. إلا أن التقويم الأمازيغي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرض، إذ يأذن ببداية الحساب الفلاحي وتحديد مواسم الزراعة والحصاد، ما يجعل المحتفل بالعيد موعوداً بموسم حصاد وافر حسب الأسطورة. ما هي أشهر الرزنامة الأمازيغية؟ يقسم التقويم الأمازيغي العام الفلاحي إلى 12 شهراً: يناير، فورار، مغرس، يفرير، ماغو، يونيو، يوليو، غشت، شتمبر، توفر، ونفر، دوجمبر. ويأتي أول أيام يناير في منتصف فترة تسمى الليالي، تمتاز بكونها أشد أيام الشتاء برودة، وتطلق على آخر أيامه تسمية أمرذيل أو يوم الاستعارة نسبة إلى أسطورة العجوزة. فما قصة العجوزة؟ تقول الأسطورة أن شهر يناير كان يعد في الأصل 30 يوماً، إلى أن قررت امرأة عجوز مجابهة قوته في آخر أيامه، حين خرجت لترعى أغنامها رغم البرد الشديد. يناير اعتبر فعلة العجوز استفزازاً له، فذهب واستعار يوماً إضافياً من فورار بغية الانتقام منها، ليشتد البرد والعواصف ولا تستطيع العجوز الصمود أمام غضب الطبيعة. إرث تاريخي وتقليد ثابت. يعد عيد يناير إرثاً تاريخياً لدى الجزائريين، مع تنوع تقاليده باختلاف المناطق. يجمع أفراد العائلة حول طبق الكسكسي، الحلويات التقليدية والمكسرات أو ما يسمى بالتراز، كما تعد فرصة لتبادل التهاني بعبارة أسجوسامجاز أو عاماً سعيداً ووافر، فأسجوسامجاز للجميع.